بيرن اوت ولا الاحتراق النفسي او الانهيار العصبي. هذه واحد الحاله نفسيه اللي كتجي الشخص اللي عنده بزاف ديال الضغوطات، وكتجي حتى من التوتر اللي جاي من الخدمه ولا من الحياه الشخصيه. الاحتراق النفسي داخل فيه واحد الشعور ديال الاحباط اللي بزاف وما كيخليكش تحس بالانجاز. كينقص من مستويات الطاقه البدنيه والعفويه. الا لقيتي راسك كتعاني من الاعراض ديال الاحتراق النفسي، كمل الفيديو حتى الاخر حيناش غيعاونك هذا الفيديو باش تخلص من هذا المشكل. شنو هما الاسباب ديال الاحتراق النفسي؟ كيجي الاحتراق النفسي من مجموعه متنوعه من الاسباب، وهذه واحد الاسباب اللي اساسيه اللي كيجي منها الاحتراق النفسي. اولا الضغط ديال الخدمه. بزاف ديال الناس كيعانيو من الضغط ديال الخدمه والمسؤوليه اللي زايده والتوقيت اللي كيكون ضيق. هادشي كيؤدي الى اجهاض نفسي وحتى العاطفي. ثانيا العدم الاعتراف بالضغط. بزاف ديال الناس كيتجاهلوا التوتر اللي كيكون زايد وكيكملوا الخدمه بلا ما ياخذوا شي استراحه. ثالثا ما كتوازنش بين حياتك العمليه والشخصيه. كيكون صعيب على بزاف ديال الناس باش يلقاو واحد التوازن بين المتطلبات ديال الخدمه والاهتمامات بالحياه الشخصيه. هادشي كيؤدي الى شعور بالتحمل زايد والارهاق. رابعا ما حاملش خدمتك. هذه حتى هي كتأدي واحد الشعور بالإحباط في الخدمة وكيزيد الاحتمالية ديال الاحتراق النفسي. خامسا الضغوط الاجتماعية والعائلية يمكن حتى هي تساهم في الاحتراق النفسي. سادسا الإدمان على الخدمة. الإدمان على الخدمة اللي زايد بلا ما تاخد شي استراحة اللي كافية راه يمكن تسبب الاحتراق النفسي. سابعا الاضطرابات النفسية. يمكن يكونوا عندك مشاكل نفسية بحال الاكتئاب ولا القلق. هاد الشيء حتى هو كيؤدي الى الاحتراق النفسي. كيفاش نقدروا نعالجوا الاحتراق النفسي؟ اولا ارتاح وبدل الجو. كيحتاج الجسم والعقل للراحه والتغيير في الجو. باش تعافى من التوتر والارهاق حاول تخصص واحد الوقت باش دير شي انشطه اللي غتخليك ترتاح وتجلب لك المتعه. ثانيا تحسين التوازن بين الحياه العمليه والشخصيه. حاول كل حاجه تعطيها وقتها. حاول دير وقت لتحديد الاولويات ديال الخدمه ودير وقت لاهتمامات الحياه الشخصيه والحوايج اللي كتستمتع بهم. ثالثا تريني. النشاط البدني كيعاونك باش ترتاح وكيحبس التوتر والاجهاض. رابعا دير داكشي اللي كتقدر عليه. ما عمرك تكلف على راسك شي حاجه ما قدرتيش عليها. شي حاجه قدرتي عليها ديرها، ما قدرتيش عليها ما ديرهاش. وخاصك تفكر باللي العلاج ديال الاحتراق النفسي كياخذ واحد الوقت اللي كبير، وخاصك تفكر باللي العلاج ديال الاحتراق النفسي كياخذ الوقت والجهد. حتى لهنا غيكون سالا الفيديو.